تخيل يا والله. اتركي ولدك حلو عشان يجيك ولد جديد، اتركي امك وابوك عشان يجيك ام وابو جديد، اتركي صاحبتك اللي 20 سنة انت وياها على الحلوة والمرة عشان تجيك صاحبة جديدة. اتركي، هذا كلام فاضي، هذا ما هو علميا، هذا ما يدرس في جامعات. أتحدى أي أحد يقول لي هذا الكلام يدرس في جامعة معترف فيها. أعطوني 100، عندكم إلى 100 جامعة في العالم، هاتولي فيها كثير بس أبغى واحدة من 100. أي جامعة معترف فيها، حتى لو إنها 500 تقييمها، لا يوجد هذا الكلام. تخلصي من القديم عشان يأتيك الجديد، تخلصي من وش تخلص من القديم؟ مو صحيح ذا. في العلاقات وفي الملابس وفي الهدايا، لا ما فيه، مو صحيح. خلصتي من القديم وانتي طفرانة بتاكلينها وتصرقين بجدار، معك فلوس تبي تشترين وتفتحين لك غرفة ثانية وتملينها، صح ولا لا؟ انتم تشوفون الناس اللي عندهم فلوس كل شوي عنده تلقينا 50 شنطة، وبعد فترة بعدين تجي تقول لك هذول القديمات تحطها على جنب، بروح وتشتري 50 ثانية وهي موجودة. وفي ناس لهم 5 سنين بشنطة واحدة، لو باعوها أكلوها، ولا لو رموها أكلتها، ومنين لها؟ هذا كلام فاضي. وانت اذا تركتي الجذب، اتركي صحبات، اتركي الناس القدامى، اي علاقة قديمة، اي علاقة تخلي. هذا في التخلي تجلي، هذا سواليف انه بتتخليتي عن الاشياء ربي بيرزقك اشياء ثانية. مين يقول هذا الكلام؟ مو صحيح، مو صحيح. ارجع لكل الناس الكويسين، كل الناس الكويسين يقولون لك انه تلقى عندهم اصدقاء قدامى. الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الحكاية، كان اصدقاء قدامى وكان يحبهم ويقدرهم. ابو بكر صديقه يعني الصدوق. ما يصير كذا. ذكرى لها جميلة، لها رونق، لها حياة، مو منطق احنا نتعب بالدنيا عشان يصير عندنا صديق. شو اسمه، اوبري بوير، انا نسيت اسمها. المهم اللي سوت كتاب 5 أشياء يندم عليها المرء عند الموت. اسألت، كانت هي ممرضة، هي استرالية، كانت ممرضة التطبيب أو العلاج التلطيفي. كانت تجلس مع الناس اللي على وجه موت، تقعد معهم ببيتهم وتغسل لهم وتنظفهم وتسولف. فكانت تسولف معهم، كانت تسألهم وش الأشياء اللي ندمت عليها. كلهم ذكروا أشياء جمعتها صارت يعني تدور عند 5 أشياء. إيش هي ال5 أشياء؟ واحدة منها اللي يهمني أنا، واحدة منها يقول لك إني أنا ما استمتعت مع أصدقائي القدامى. أنا ما كان أنا ما انبسطت مع أصدقائي القدامى. أشياء عادي، في أشياء بحياتي ما بيها. أحيانا الأشياء القديمة والفنتج والأشياء هذه تباع بأغلى من لا تشتريها. ما هذا كلام فاضي، هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح. لا تخلين الشيء اللي ما أبيه أروح أتبرع فيه، صح؟ اللي ماني بحاجته أتبرع فيه عشان ربي يعوضني بأجر وكذا، وممكن يعوضني ماديا، وأنا ما عندي مشكلة. بس أتبرع فيه لأنه أنا أروح أتركه عشان أنا بيجيني شيء غيره في فهم. هذا الفهم لا، هذا مو بصحيح، هذا مو بعلمي. أنا اللي استفزني العلاقة، وش أترك العلاقات؟ هدية جتني جوال آيفون 11 مثلا، فبروح أبيعه عشان أشتري، عشان يجيني 17. طيب إذا جاني 17 بعد ما عندي الحين جوال. مو صحي. ما هي الفكرة، ما هي doesn't make sense. وأنا عندي إشكالية مع حق العلاقة. أنا عندي إشكالية علمية، ما شخصيا على عيني وراسي، ولكن علميا جميع الأفراد اللي يتكلمون في الطاقة ويعطونها أكثر من حقها أو يدندنون عليها، هذول الأشخاص عندهم اضطرابات شخصية نفسية. هذا رأيي وقولوها عني، وأنا مستعد، أنا ما عندي مشكلة ترى أناظر أي أحد في علم الطاقة، أي أحد في علم الطاقة أنا مستعد أناظره، أي مكان وأي وقت وأي زمان وأي موضوع فيه أنا مستعد، لأنه أنا أتكلم علميا.